خد بالك انا مش فرحان عشان انا فايز على الكاس السوبر المصري المحلي يا زملكاوي، انا فرحان عشان ده ماتش اسمه ماتش رد الكرامه. بس في بقى فئه فوزهم عليا مؤذي نفسيا، الفئه المعينه من الجمهور، انا ما بقولش جمهور الزمالك كله عشان الجمهور في ناس زملكاويه محترمه الصراحه. يا جماعه المشكله بتاعت عبد الواحد دي، ده طلع بيقول في التحقيق ان انا اتهاجمت عليه عشان لابس احمر. هو ايه الكراهيه اللي احنا وصلنا لها دي؟ في لعيبه تطلع تقول تصريحات، الواحد مننا ب 20 والتاني يقول لك ده انا الزمالك احسن فريق في مصر واحنا بنرد في الملعب اهو، ويقعد يعمل لي كده، ورئيس بتاعهم يقول لك الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر وما يسكتش على كده. ده كمان يقول لك ايه، اللي هيعترض على الكلام ده ما بيفهمش كوره، واللي هيجي على الزمالك هنبعده عن اللي مش عارف ايه. ايه يا جماعه ده في ايه يا جماعه؟ انا ما اخسرش من الزمالك يا جدعان ماتشين ورا بعض، ولا ما اخسرش من الزمالك في بطولتين ورا بعض، حتى لو كنت بلعبه على كاس صفيحه. يجي واحد زملكاوي يقول لك ايه يا عم، انا فايز عليك في افريقيا وانت فايز عليا في بطوله محليه، وهو عامل الزيطه دي كلها. ده انا هعمل زيطه للسنه الجايه. انت بقى كاهلاوي احتفل، شوف اي واحد زملكاوي يقول له ازيك عامل ايه، ده شيكابالا كركب الدنيا خالص. كده هزر معايا. بص، ادي لاي بطوله تاخدها في الاهلي قيمه، احتفل بيها قوي زي ما هم بيعملوا كده بالظبط، بيعملوا لا قيمه. اي بطوله بياخدوها حتى لو فازوا على مش عارف فرقه ايه، بيحملوا كأن خدوا كاس العالم. احنا هنعمل زيهم كده. كمل فرحتك يا عم الاهلاوي، واي حد زملكاوي يقول لك انت فايز عليا في المحلي وانا فايز عليك افريقيا، قول له يا باشا انا فايز عليك. مش انت بتقول على نفسك انا اكبر قلعه رياضيه في مصر وانا بطل افريقيا؟ هيقول لك قول له بس انا فزت عليك. بس مش موضوع صور مصري على فكره، الموضوع اكبر من كده. الموضوع عشان كده بقول لكم في اول فيديو ايه، رد الكرامه.